دي اشاعه بقى ولا حقيقه؟ عايزين نعرف منك ليه بقالك 10 سنين في المعهد، ده حقيقي؟ ايوه ده حقيقي. ليه بقى؟ عشان بحبه قوي. والله بجد بحبه قوي. يعني دي مش اشاعه بقى، الحمد لله، دي حقيقه. على فكره المعهد ده تدريب بجد، ان انا ابقى بقف على مسرح. انا بجد مش عايزه امشي من المعهد. 10 سنين يعني؟ مش فكره بسقط، اقسم بالله انا ما بسقط خالص، ما ينفيش اصلا سقوط خالص حصل في اي ماده حتى، ولكن انا متعلقه بالمسرح ومتعلقه بان انا افضل في المعهد. المعهد بيديني يعني ثقه كده، وقوفي على المسرح ده عشق، يعني انا بعشق المسرح، حاجه حلوه قوي ان انا اقف على المسرح. انا اللي خلاني اقعد 10 سنين في المعهد ان انا كنت بشتغل بره. انا من سنه اولى اول حاجه عملتها في حياتي الحساب يجمع، كنت سنه اولى معهد. اول ما دخلت المسلسل، طبعا مسلسل 30 حلقه، فمحتاج بقى ان انا اغيب وان انا ما احضرش، فرحت مأجل. بعد كده عملت بالحجم العائلي، فرحت مأجل. بعد كده أجلت مسلسل في مسلسل في مسلسل. كنت في النص بسجل وبنجح وبخلص، بس فضلت بقى علشان مع الشغل مش هعرف ان انا اواظب ان انا اكون بحضر مسرح، وفنون مسرحيه محتاج تركيز ومحتاج حضور ومحتاج بروفات على طول، فانا ما كانش عندي وقت يا اصور يا اشتغل مسرح. فانا قلت هأجل بس طبعا مش هسيب المعهد، هأجل، هخلص شغلي، اول ما افضى هرجع اخلص المعهد، لان المعهد هو الاساس بالنسبه لي، لان انا من غير المعهد، معهد فنون مسرحيه، عمري ما كنت هبقى في مكاني ده.